مين يقدر يقاوم قرصة فلاحي سخنة كده طالعة من الفرن، طراوة وسمنة وريحة تفتح النفس؟ استنوا بس تشوفوا الطريقة هتخلوها دايما في مطبخكم. هنحضر عندنا كوباية من الساور كريم، كوباية من الزبادي، ربع كوباية من الزبدة، ربع كوباية زيت، عندي معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، ملح، معلقتين سكر، ربع كوباية من السمسم، نص كيلو من الدقيق. هننزل الأول بالمقادير الجافة على بعض ونقلبهم كده كويس. في بولة فاضية بقى هبدأ أحط المقادير السايلة الأول على بعض، هقلبهم كويس قبل ما أبدأ أعجن. بعد كده بقى هنزل بيهم على الدقيق، وبعد كده هبدأ بقى أعجن في العجينة. وده بعد ما اتعجنت هسيبها حوالي نص ساعة تخمر. وده بعد ما خمرت بقى هبدأ أشكلها، هعملها كده دواير وبعد كده هبططها كده، وهرصها في الصينية. بعد ما اشكلها بقى في الصينية اسيبها تخمر تاني حوالي ساعة، وبعد كده هدخلها الفرن. ده بقى بعد ما خرجت، شايفين الجمال؟ القرص طالعة طرية ووشها ذهبي وتفتح النفس. جربوها بنفس الطريقة واستنوني في وصفة جديدة من المطبخ المصري.